قانون ميرفي الأول: كلما أردت شيئا بشدة زالت احتمالية ألا يحدث. قانون ميرفي الثاني: ما تريده لن يحدث إلا إذا توقفت عن رغبتك فيه. يعني من الآخر، ما تريده لا يريدك. توكل. جامد. جامد. اللي قدامك ده هو تشارلز بوكوفسكي، الكاتب اللي فضل 30 سنة يكتب في شعر وروايات محدش كان مهتم بيه. كان كل مرة شعره بيترفض كان بيحس بالاكتئاب أكتر، وفضل كده لمدة 30 سنة لحد ما بقى عنده 50 سنة. بعدها بقى مشهور والناس بدأت تعرفه. اللي يبص للقصة دي من بعيد يقول إن ده شخص مش بيستسلم وبيواجه كل الصعوبات بكل قوة. لكن على العكس، تشارلز كان شايف إن نجاحه نابع من اعترافه بفشله وعدم محاولته إنه يبان ناجح أو مشهور. ولما كان حد بيسأله إزاي نجحت كان بيقول له لا تحاول. وكمان لما مات كتب على قبره لا تحاول. تشارلز كان بينصح الناس ما تحاولش عشان الفلوس أو الشهرة، وكان بينصحهم إن هم ما يحطوش أهداف كبيرة جدا وما يقدروش يعملوها في الآخر. مارك مانسون، مؤلف كتاب فن اللامبالاة، بدأ كتابه بقصة بوكوفسكي لأنه كان شايف إنها أكبر دليل على فكرة الكتاب بتاعه اللي قايمة على تقبل الواقع زي ما هو. كتاب خالف أي كتاب تاني بعبارات زي ابحث عن الألم، لا تحاول، كن مخطئا. مارك مانسون شايف إن ثقافتنا النهاردة بتركز إنها ترفع الآمال والتوقعات لحد غير واقعي، وبرضه كان ضد كل الرسائل اللي بتقولك إن أنت لازم تكون أشهر وأغنى وأحسن واحد في العالم. وشايف إن كل النصايح دي مش بتعمل حاجة غير إنها بتفتح عينينا على الحاجات اللي ناقصانا. يعني كل ما تكون مهووس إنك تكون غني كل ما هتحس أكتر إنك فقير. كل ما هتبالغ إنك تبان جميل كل ما هتحس من جواك إنك مش جميل. كل الإعلانات اللي بنشوفها النهاردة غرضها الوحيد إنها تحسسك إن ناقصك حاجة، لأن طول ما أنت حاسس بالإحساس ده كل ما هتشتري أكتر وأكتر، والشركات دي هتكبر أكتر وأكتر. مارك بيدينا مثال: أيام زمان مثلا كان الفلاح لما يكون يومه صعب بيجي آخر اليوم كانش بيحس بالاكتئاب أو الانعزال، لكنه كان بيكمل شغله وخلاص. لكن النهاردة أي حد فينا يومه كان صعب شوية يمسك موبايله ويشوف كل الناس مبسوطة وسعيدة وناجحة فيحس بالاكتئاب أكتر وأكتر. مانسون سماها الحلقة الجحيمية، وهي إنك تكون قلقان بسبب حاجة معينة، بعدها تبص على حياتك تلاقي نفسك طول الوقت قلقان، فتبدأ تقلق على نفسك لأنك قلقان طول الوقت، أو إنك تكون حاسس بالذنب بسبب حاجة معينة، بعدها تبص على حياتك تلاقي نفسك طول الوقت حاسس بالذنب فتحس بالذنب أكتر لأنك مش بتدي نفسك حقها. مانسون بيقولك إن الحل لكسر الحلقة الجحيمية دي هي إنك تتقبل التجارب السلبية اللي في حياتك، وتتقبل إنك مش لازم طول الوقت تكون سعيد ومبسوط. بيقول إن في حاجة اسمها فن اللامبالاة الذكي، وهي إنك تختار الحاجات اللي أنت فعلا عايز تهتم بيها، وده لأنك لازم تكون عندك حاجات بتهتم بيها. لأنك لو لقيت نفسك مهتم بحاجات صغيرة وسطحية لازم تعرف إنك ما عندكش حاجة أكبر تهتم بيها، علشان إحنا مخلوقين بنهتم بكل حاجة، فلازم يكون عندنا مصفى من خلالها نختار ايه الحاجات اللي احنا فعلا عايزين نهتم بيها. في النهاية النجاح بيجي من خلال التغلب على التعب اللي بيجي معاه. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عايزنا نكمل بقية الكتاب قولي في التعليقات.